هخليكي اشطر واحده تعمل مفتقه. هاتي كيلو الا ربع زيت، سيبي كوبايه صغيره كده على جنب، وخدي باقي كيلو الا ربع كله في حله كبيره، ويا ريت تكون الحله ستانلس او المونيا، بلاش جرانيت. وحطي كوبايتين حلبه محوجه، دول كوبايتين حلبه مطحونه محوجه. حطي كمان كوبايه مغات مطحون، كوبايه مغات خام من غير تحويجه. حمصي ده بقى حلو في الزيت، ويفضل معلقه تكون بتاعه الحلويات، يعني ما فيهاش ولا بصل ولا توم، عشان المفتقه طعمها وريحتها ما يكرفش. حمصي بقى كده الحلبه المحوجه والمغات، وعشان خاطري ما تحطيش دقيق، من غير دقيق بتطلع تحفه. بصي بقى بعد ما الحلبه المحوجه كده اتحمصت وطلعت الريحه الحلوه هي والمغات، حسيت ان هي خلاص اخدت تحميصه حلوه، نحط عليها بقى ايه؟ حوالي معلقه ونص صمغ. الصمغ ده بيتباع عند العطار مطحون كده، قولوا له عايزه مكونات المفتقه وهو هيديكي المكونات كلها، ومن ضمنها الصمغ ده صمغ. انا حطيت حوالي معلقتين اهم. نحط كمان معلقه ونص او معلقتين شمر على ينسون مطحون، ممكن العطار يديها لك مطحونه كده، او انتي هاتيها حصى وطحنيها. انا طحنتها في البيت بصراحه. شمر وينسون مطحونين، وندي برضو تقليبه حلوه كده عشان ياخدوا تحميصه حلوه مع المغات والحلبه. بعد بقى ما تشمي الريحه الحلوه كده بتاعت كل الحاجات الجميله اللي انت حطيتيها دي، وتحسي انها اتحمصت تحميصه حلوه، حطي عليها 5 كيلو عسل، واهم حاجه عسل يكون نوع حلو. قلبي بقى كويس كده العسل مع التحويجه، بسم الله. افضلي قلبي لغايه ما القوام يمتزج كله حلو كده مع بعض. انا جيت عند البوتاجاز احسن عشان اقلب براحتي. بصوا هفضل اقلب فيها كده، وعلى بال ما هي تغلي بقى هعمل ايه؟ هجيب حاجه صغيره هحط فيها كوبايه الزيت الصغيره اللي كنت راكناها على جنب، واحط معاها الحبه الخضراء المطحونه. وللاسف بصوا لونها مش اخضر، لونها غامق، مش عارفه ليه. كنت جايباها صحيحه وطحنتها. انا نصيحتي ليكم، انا جبتها السنه اللي فاتت كانت بودره ومطحونه، او السنه اللي قبلها يعني، وكانت لونها اخضر خضار البرسيم. فنصيحتي ليكم هاتوها خضره. انا هحطها في شويه الزيت كده عشان انا كنت المفروض هاخد منها اللون، فهناخد منها بس الطعم. وهحط معاها كمان فصين مستكه، والتكه دي جديده بعملها السنه دي للمره الاولى، ولو طلعت حلوه هقول لكم اعملوها، طلعت مش حلوه ما تحطوهاش. هحط فصين 3 كده مستكه مع الزيت يسيحوا. حاجه تانية بقى مهمه جدا ومشهوره قوي قوي في عمل المفتقه، وهي الكتيره. بصوا ده شكلها، اسمها الكتيره. الكتيره دي مسؤوله بصراحه عن زياده الوزن. اللي بيعمل المفتقه وعايز يزيد في الوزن، هي ناشفه كده زي ما انتم شايفين، عامله زي ما يكون شرايح حاجه بس ناشفه ومقرمشه اهو، شايفين؟ بتزود الوزن جامد بقى الكتيره دي. فاللي عاوز يزيد في الوزن يجيب الكتيره، اللي مش عاوز يزيد في الوزن بلاش منها احسن. هندوب الحبه الخضراء كده ونحط معاها الكتيره. انا مش عاملاها بهدف زياده الوزن، بس عشان هي مشهوره ان هي بتتحط في المفتقه، بس عشان ابقى اديتكم كل المعلومات. لو انتوا مش لاقيينها ما تحطوهاش، لو انتوا مش عايزين تزيدوا زياده كبيره في الوزن وكفايه العسل نفسه، خلاص ما تحطوهاش. المفتقه ممكن تاخد معانا بالظبط نص ساعه على النار. اول 10 دقايق تبقى النار عاليه عشان العسل يبدا يغلي، واحنا بنقلب تقليب مستمر. اوعدك اللي ياكل من ايدك المفتقه يقولك انا ما اكلتش مفتقه بالجمال ده قبل كده. بصوا بعد ما عدى حوالي 10 دقايق كده والحله كلها بدات تغلي، هحط معلقتين كبار حبه البركه مطحونه. يعني دي حبه البركه انا طحناها في المطحنه، طحناها ناعم. واحط كمان كوبايتين سمسم محمص، وكوبايه سوداني محمص، دي حمصتها في الفرن بصراحه. ونبدا نقلب بقى. انا كده في المرحله دي انا هديت النار. بصوا كل ده وانا بقلب تقليب مستمر، باقي حوالي مثلا دقيقتين ولا حاجه واطفي خلاص النار. بتاخد من الاول للاخر نص ساعه، المفتقه بتاخد على النار حوالي نص ساعه. اول 10 دقايق بيبقى النار عاليه عشان عشان العسل يسخن، وبعد كده بنهدي النار ونحط بقى المكسرات بتاعتنا والحاجه بتاعتنا. ودلوقتي هصفي كمان الزيت اللي انا حطيت فيه الحبه الخضراء اللي هي مش خضراء اصلا. ربنا يسامح بقى اللي بيبيع حاجه على اساس انها حاجه وتكون حاجه تانية.
المهم انا هصفيها كده وافضل اقلب تاني كمان دقيقتين كده، وقبل ما اطفي هوريها لكم برضو. ريحتها تجنن. بس دلوقتي كده اقدر اقولك ان نقدر نطفي على المفتقه. بصي قوامها خفيف خالص ازاي، لما هتبرد هتتقل بقى. هوريكي قوامها كمان لما هتبرد. هطفي بقى عليها واول ما هتبرد هوريها لك. بصي بقى بعد ما سبتها تبرد خالص خالص، يعني الحله برد خالص اهو. بصي قوامها يعني، بس فيها دفيان سنه. يعني عارفين بعد المفتقه على طول بعد ما بنعبيها في البرطمانات بتبدا تمسك نفسها وتتقل اكتر. بصوا يعني هي المفروض كمان هتتقل شويه عن كده. ليه بقى؟ تحطيها في قلب ساندوتش كده، عيش فينو ولا على شريحه توست، والله حتى لو في عيش بلدي برضه حلوه اهو. بصوا مسكت نفسها بقى، ولسه كمان لسه هتمسك نفسها اكتر من كده كمان، فهتبقى حلوه قوي وهي بتتحط في السندوتشات. تقدروا طبعا تعبوها في برطمانات ازاز كده لو انتوا هتستخدموها للبيت ليكوا، او تحطوها في علب زي دي بلاستيك كده لو انتوا هتوزعوا منها للحبايب. هعبيها بقى بالكبشه دي او المغرفه، يعني طبعا انتوا عارفين انا نفسي اعبيها بايه، بس هجرب الاول. قولوا لنا بقى مين بيقول عليها الحلاوه السوداء في اسكندريه تقريبا. قولوا لنا كده مين بيسميها الحلاوه السوداء. شايفين قوامها بقى لما بردت؟ يا نهار ابيض على جمالها. هو ده قوام المفتقه المظبوط، تقيل كده يتفرد على الساندوتش، ما يبوشوش ما ينقطش وانت بتاكلي. رهيبه رهيبه. اعملوها اليومين دول، هم دول يومينها اصلا. حلوه قوي قوي، فطار عشاء بقى، في كل الاوقات اهو. وقولوا لنا لو انتوا بتسموها في بلد تانية اسم تاني غير المفتقة والحلاوة السوداء، اكتبوا لنا برضو قولوا لنا ايه اساميها. بصوا بقى لما تبقى من غير دقيق وتديكي القوام ده، تبقي انت كده بقيتي استاذة فيها. شايفين؟ خليكي اشطر واحدة تعمل مفتقة. عبيت البرطمانين الازاز دول للبيت هنا لينا، وباقي العلب دي بقى هعبيها عشان اوزعها على الحبايب. شايفة قوامها عامل ازاي، وكل ده من غير دقيق. بصوا كده دي الكمية اللي طلعت من ال5 كيلو عسل. ادوني الكمية دي من المفتقة. طبعا انتوا تقدروا تقللوا لو انتوا حابين، ممكن تعملوا 3 كيلو مثلا، بس بلاش تقللوا عن ال3 كيلو عشان ما تنشفش منكم في الحلة. بس هنقفل عليها كده وبتتشال بره التلاجة، ما تدخلهاش التلاجة خالص المفتقة. بس كده جربوها بنفس الطريقة دي وقولوا لي عملت ايه معاكم. ربنا يحسن ما بين ايديكم وتعملوا احلى منها كمان. يا رب تكون الوصفة سهلة عليكم. اسيبكم في حفظ الله واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد، واقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع الف سلامة، بحبكم جدا في الله.